السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وصفتنا النهاردة اقتصادية جدا، مش هتحتاجي لا لحمة ولا فراخ ولا بيض ولا فرن ولا اي مجهود، وتقدري تقومي تعمليها دلوقتي حالا بمكونات بسيطة جدا موجودة في اي بيت، وطعمها جميل جدا ولذيذة قوي. يلا نشوف الطريقة. عندي كوبايتين دقيق ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقتين سمنة، وتقدري تحطي معلقة سمنة ومعلقة زيت، وبعدين نقلبهم كويس مع بعض، وبعدين انزل باللبن مش مرة واحدة، بعدين اعجن لسه محتاجة معايا شوية لبن، انزل بشوية كمان وافضل اعجن فيها كويس لغاية ما تتلم معايا، بعدين احطها على الرخامة واعجنها كويس. نجاح اي عجينة تعمليها معاكي ان انت تفضلي تعجني فيها كويس لمدة 10 دقايق لغاية ما تحسيها ان هي بقت طرية في ايديكي زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نغطيها ونسيبها في التلاجة لمدة ساعة. عندي 3 حبات بطاطس متقشرين ومغسولين كويس، بنزلهم في مية يتسلقوا واسيبهم يتسلقوا لغاية ما تستوي قوي. وده شكل البطاطس بعد ما اتسلقت وبقت مستوية قوي. نهرسها كويس، بعدين نبدأ ننزل بمعلقة كبيرة من القشطة، ممكن تحطي مايونيز بدلها لو عندك، وبعدين ننزل بالملح معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، بعدين نبدأ نقلبهم كويس مع بعض. وده شكل البطاطس بعد ما اتقلبت كويس بالتوابل، وده شكل العجينة بعد ما ارتاحت ساعة في التلاجة. بعدين احطها على الرخامة وابدأ افردها. ما شاء الله العجينة طرية جدا وحلوة، وافضل افرد فيها بالنشابة واحاول احافظ على شكلها انها تكون مدورة لغاية ما يكون السمك بتاعها نص سنتي. بعدين ابدأ احط جبنة شيدر ورومي مبشورين، وبعدين ابدأ انزل بالبطاطس على الجبن وافردها، وده شكلها. وبعدين ابدأ الم في العجينة زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله العجينة هشة وطرية جدا معايا، ولو في اي بروز احاول ادخلها بصوابعي، وبعدين ابدأ افرد فيها بالراحة. وكده العجينة جاهزة ان اسويها. بجيب طاسة وادهنها بالزيت وانزل بالعجينة بتاعتي فيها واسيبها على نار هادية واشوفها من تحت. اللون ده ما شاء الله بقى جميل، خدت اللون الذهبي، هي كده استوت من تحت. اقدر دلوقتي اقلبها على الناحية التانية، ادهن الطاسة تاني بالزيت، وبعدين ابدأ انزل العجينة على الوش التاني، وبعدين احط جبنة موتزاريلا على وشها اللي استوى واسيبها على نار هادية لمدة 5 دقايق واغطيها. وده شكل وصفتنا بعد ما استوت، ما شاء الله تحفة. دلوقتي اقدر احطها في طبق وابدأ اقطعها زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله جميلة جدا. شايفين المطة بتاعت الجبنة الموتزاريلا وطرية جدا وتحفة بجد، طعمها حلو قوي. تقدروا تقدميها مع كاتشب او مخلل. ولو عجبتكم وصفتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.